اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ مشتاقة لكم كلش هواية، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم فيديو النقلة، راح ننتقل واخيرا راح ننتقل على بيتي الجديد. المهم بنات، فشوفوا هنا جاي نطلع الأغراض. بلشنا اني وزوجي اول مرة من الساعة 10 الصبح، بعدين اجت حماتي وزوج حماتي ساعدونا وبلشنا نشتغل ونطلع بالأغراض من الساعة 10 الصبح إلى الحد المغرب. يلا خلصنا. المهم بدينا بالتفاصيل. بدينا أول شي طلعنا الأغراض كلها برا، ما خلصنا تقريب إلا بالخمسة العصر. يلا خلصنا تطلع الأغراض. المهم طبعا هو هم يوم مفرح وهم يوم محزن. هنا أنا قبل لا أطلع مرت حماية خلت لي نعناع، لأن يوميا العصر متعودين أنا وياها نشرب نعناع بالشاي. اللي متابعني على الانستغرام يعرف يوميا ننزل ستورياتنا نشرب شاي بالنعناع انا وياها. فالصراحة يعني بين حزن بين فرح بين دموع بين يعني صحيح اني ما شلت بعيد عن عيالي، بس يعني بعد العشرة ما تهون الا على ابن الحرام مثل ما نقول. المهم بنات، راح اجاوبكم على كل اسئلتكم بهذا الفيديو. هواي بنات سألوني وين شلتي بنفس المنطقة او شلتي ملك او ايجار. راح اجاوبكم على كل اسئلتكم بالفيديوهات السابقة. بنات اول شي انا البيت اللي كنت قاعدة بيه مو ايجار. هواي بنات قالوا لي ايجار، لا مو ايجار، بيتي بس زراعي ومنطقة شوية مقطوعة مثل ما نقول، بعيدة عن السوق، بعيدة عن المدرسة، بعيدة عن شغل زوجي. لذلك قررنا انه نشتري بيت. طبعا احنا من زمان مخططين انه نشتري بيت بالسوق، لأن الصراحة أول شي زوجي يشتغل بالسوق، وثاني شي ابني هم يدرس بالسوق، وإحنا نشوف حياتنا هنا أفضل من هناك. المهم بنات، فهنا قلت لكم بيتنا كان زراعي. فهواي بنات قالوا بعتي بيتك لو بقيتي. لا بنات، أنا البيت ما بعته. هو أصلا البيت تعبان ما يسمى بيت، بس القاع مالته بقيت مالتنا هناك يم عيالي. البيت اللي اشتريته وين؟ أم هدي انتقلتي للكوت لو بقيتي ببدرة؟ لا بنات، أنا اشتريت ببدرة بس بالسوق بالدور. للبنات اللي يسألوني هذا السؤال، البيت اللي قاعدين بيه جديد إيجار أو ملك؟ لا بنات، ملك، والملك رب العالمين. طبعا من بعد 9 سنوات وجمعنا الفلس على الفلس وسوينا السلف. هواي بنات قالوا لي إذا نريد نشتري بيت شلون نشتري بيت؟ بنات الصراحة ما تقدرون تشترون بيت إذا ما تسوون سلف. إحنا راح يصير لنا 4 سنوات تقريبا إلى 5 سنوات إحنا داخلين سلف. نسوي سلفة وتخلص سلفة نسوي سلفة ثانية، كل ما تخلص السلفة الأولى نسوي سلفة ثانية، إلى أن وصلنا لهذا الحد. وما أقول لكم هذا البيت هسه أنا اشتريته يعني الصراحة ما انطلبت عليه، لا ما شاء الله انطلبت عليه خير وبركة. بس إن شاء الله بجهود زوجي وبجهودي، وإن شاء الله يجي يوم نسده ونرتاح. صحيح انطلبنا هواي عليه، بس بيتنا تعبان لدرجة انه بعد ما ينقعد بيه، انه اذا اجت الشتاء واجا المطر راح يغرق. فجاوبتكم على كل اسئلتكم. ايش قد مساحة هذا بيتنا بنات؟ قطعة كاملة. ايش قد الاسعار بنات؟ الاسعار تختلف، مثلا يجوز اليوم ببدرة القطعة او البيت 100 او ب50 او ب60 او ب70، يجوز يومكم اغلى، من مكان لمكان يختلف. فاحنا البيوت كل مكان وكل منطقة وسعرها. البيوت يعني زينة، ما أقول لكم يعني مناسبة، لا وسط. المهم بنات جاوبتكم على كل أسئلتكم. طبعا أشكركم على كلامكم إلي وعلى تعليقاتكم الحلوة وعلى اهتمامكم وعلى لايكاتكم. أتمنى تصعدون هذا الفيديو باللايكات وتصلون على محمد وآل محمد. طبعا بنات هنا وصلنا للبيت، وأول ما وصلنا قمنا نرتب. أول شغلة بدينا نشتغل بها هي المطبخ. تعرفون ليش؟ لأن كل الأشياء والهوسة اللي موجودة كلها من المطبخ. تعرفون المطبخ لا من الأجهزة الكهربائية، لا من المواعين، هو أشياء المطبخ لامها. فبلشنا هنا أنا وحماتي أم آدم يعطيها الصحة والعافية، وطبعا مرت حماية هم بعدين اجت، هم ما قصروا وياي البنات. أريد الله يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية. وإن شاء الله يا رب كل من محرومة وما عندها بيت وتريد الله يرزقها بيت، إن شاء الله يرزقكم بيت الحلال بحق محمد وآل محمد. ما عليكم بهاي الأصوات اليمي، أنا قاعدة برا وأمنتج لكم الفيديو على الهواء الطلق الصراحة، لأن كلش تعبانة. فقلت خلي أقعد برا وأمنتج لكم فيديو. أعرف انقطعت عنكم هاي الفترة، بس بعد تعرفون الحمد لله والشكر
بس شوية استقر بالبيت مالتي راح انزل لكم كل شي سويته وكل شي ارتبنه، وراح اصور لكم لحظة بلحظة. بس شوية صوروا علي وخلي اني استقر. المهم بنات، اول شي قلت لكم بدينا بالكاونتر، بدينا هنا نستيمج بيدك ما حد يفيدك، طبعا جلفناه جلف خليناه يتلامع. بالنسبة للبنات قالوا ام مهدي بما انه انتم متحولة بيت جديد ليش ما تشترين مطبخ جديد او كاونتر جديد؟ بنات الكاونتر حاليا ما اقدر ابدلنه، يعني اذا ردت اسوي كاونتر فد ب3 ملايين مليونين يجوز او ب4 ملايين اذا مطبخ كبير. فأنا الصراحة حاليا ما أقدر أشتري لأنه مطلوبة. إذا ما أسدد الدين مالت العالم وأرتاح ما أسوي أي شيء، أجهزة كهربائية، كاونتر، غرفة نوم، حاليا كل شيء ما أقدر أسوي. بقيت على أثاثي القديم والحمد لله والشكر. أهم شيء رب العالمين رزقني بيت يحميني من الشمس ومن البرد ومن الحر ومن كل شيء، ويحمي أطفالي. وطبعا هاي المراحل كانت أصعب مراحل علي، أصعب 5 أيام بنات مرت علي، 5 أيام ضبط. يلا قدرت ألم الهوسة مالت البيت، الليل والنهار نشتغل ويا زوجي ويا حماتي ويا مرات حماي، وكنا نشتغل الكبار والصغار. وب5 أيام يلا خلصنا. وبعد هم عندي تفاصيل بعد، السبالت ما مسويهن، بعد غرفة النوم هم كانت على النص. إن شاء الله أوافيكم لحظة بلحظة. فشوفوا بنات هناك كملنا الكاونتر، هسه ننتظر ينشف على مود نشد الكاونتر. وطبعا حماتي الله ينطيها الصحة والعافية سوت لنا عشاء. شوفوا طبعا هنا هي تشتغل طلبيات، فسوت عشاء للولد. تعرفون اني شايلة ببيت فما اقدر اسوي لان الطباخ مالتي شلون اقول لكم بعده برا. فهنا حماتي سوت للولد اللي نقله ويانا الاغراض عشاء، وقلنا همين يعطيها الصحة والعافية وعاشت ايدها ويا رب آية الرزق المشروحة الجديد. فهنا ما سولف لكم التعب يقرأ ألف، وجوعانين كنا من الصبح لليل ما ماكلين بسبب الهوسة والنقلة. المهم بنات بعد ما تعشينا وسهمنا وسهمكم مليون عافية، تعالوا اشوفكم الضيم، تعالوا اشوفكم البلاوي اللي بالشافطة. طبعا اني صار لي تقريبا 2 ضبط ما منظفة الشافطة، قلت قبل لا اشيل انزلها وانظفها لان تعرفون تعليق ولازم تجيب الدرج ورجع الدرج. فشوفوا لي البلاوي. هنا رشيت عليها مزيل للدهون، ارش عليها 5 دقائق وبعد 5 دقائق اراويكم النتيجة. طبعا رشيت عليها بعد مرور 5 دقائق جلفتها، وشوفوا لي شلون طلعت جديدة وتلمع. طبعا بنات اهم شي بالمطبخ الساحبة والمفرقة مالت الدهون على مود تحافظون على المطبخ مالكم. طبعا هنا بقيت عندي اخر اشياءات هم جاي اغسل بيها. طبعا بنات اذا تحبون هيك فيديوهات وتحبون انزلكم باقي تفاصيل واي سؤال استفسار حابين تسألوني اياه اكتبوا لي اياه بالتعليقات، وراح اجاوب على كل اسئلتكم وعلى كل استفساراتكم. طبعا اشكر اخواتي وصديقاتي اللي موجودات بالقناة اللي يفقدوني من قريب، اللي يسألون عني. طبعا هواي تجيني مسجات، اشكر مسجاتكم، اشكر اهتمامكم، اشكر لطفكم، اشكر محبتكم الصراحة اللي ما شاء الله محبتكم كنز بالنسبة لي الصراحة. شوفوا لي بنات الشافطة او الساحبة شنو يسموها، مليانة دهون، فرشيت عليها مزيل الدهون ويا الزاهي والقاصر وبديت اجلب بها. بس ما اسولف لكم بالرقم هواي اللي بس تشوف. بنات انا ما اقدر الصراحة انظف الجفوف، البس الجفوف بعدين اتعاجز منهن واشمرهن، فما اسولف لكم على ايدي تدمرن دمار. يعني الصراحة كلش تعبنا، بس الحمد لله والشكر من رب العالمين وفقنا. وبالنسبة إلي يا بنات يجوز هسه تقولين خبصتينا هو مجرد بيت، بالنسبة لي إنجاز. إحنا عندنا بالعراق البيوت نار، وذيك من ذيك الزينة وشون أقول لكم المعدلة تقدر تسوي لها بيت. فيعني بطلع الروح يلا قدرنا نشتري البيت. فهذا بالنسبة لي إنجاز، من 9 سنوات أنتظر هذا الإنجاز. الحمد لله والشكر، ربي يستاهل الحمد. يعني ايش قد أحمد رب العالمين وأشكره قليل. فبنات شوفوا هنا كملنا التنظيفات مالت الساحبة، وهسه بعد ما بقى عندنا شي تقريبا قلت لكم هنا بديت انظف اول باول. وخلي اراويكم الفجر، هنا بلشنا نشتغل من 9 بالليل الى هسه 6 او 5 الفجر. طبعا هنا أنا صورت لكم هم بعد مليان هوسة ما شاء الله. هنا أنا صار صبح 6 الصبح واني وزوجي والبنات بعدنا نشتغل. فهنا أنا اخر شي راح نغسل الجراج، لان الجراج غسلنا بيه فمليانة تراب. هنا اني وحماتي ومدومي جاي نغسل الطارمة، وبعد ما نغسل الطارمة
نشوف شنو نسوي بهذا الفيديو. هذا الفيديو عبارة عن تنظيفات، يعني مليان طاقة إيجابية. اللي متعاجبة وما لها خلق وما بيها حد تنظف، خلي تباوع الفيديو وتاخذ طاقة وتتحفز وتصلي على محمد وتسمي بسم الله وتقوم تكمل يومها بكل طاقة، بكل إيجابية. شوفوا لي بنات هاي الدهون اللي وقعت من الكاونتر واللي من الشافطة. المهم هسه أكمل الجراج وبعدها نشوف شنو نسوي بهذا الفيديو. هنا بنات عندنا أشجار بالحديقة راح نقطعهن، لأن الصراحة هذا الورد بنات ياكل شلون أقول لكم، كله شكيك بخاف على الأطفال. فهنا الساعة بالسبعة الصبح زوجي ينطيه الصحة والعافية بعد يوم متعب، راح جاب لنا مشاوي على مود نتريق، جاب لنا كباب، جاب لنا تكة وصمون حار ومكانكم خالي. هسه احنا نروح نتريق وبعدها نشوف شنو نسوي بهذا الفيديو. هذا كان فيديو اليوم ان شاء الله خفيف لطيف عليكم. ان شاء الله بعد ما اكمل باقي التعزيلات وباقي الترتيبات هم راح اصور لكم. وطبعا هاي الهوسة من داخل المطبخ شدينا الكاونتر. بنات مو كل شي قدرت اصور لكم اياه لحظة بلحظة، لا شدينا الكاونتر هنا وشوفوا لي الهوسة. راح ارتب كل هاي الاشياءات انا ومرت حماية. مرت حماية هم اجت هنا تساعدني خطية، فراح نرتب شكو شي هنا بالمطبخ وبداخل الكاونتر، ومن نرتبهم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية اسوي لكم جولة بالمطبخ واسوي لكم جولة بباقي البيت. وهنا حق لكم مع السلامة.